السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا المشاهدين، حبايبنا المستمعين لصفحتنا. طبعا لقاء خاص مع فضيلة الداعية الدكتور محمود الحسيني. إن شاء الله سنتحدث في أمر هام وحلقة هامة وحلقة شيقة، وبإذن الله حلقات متتالية مع فضيلة الدكتور محمود الحسيني عن رحلة الإسراء والمعراج. طبعا معانا أول سؤال لفضيلة الشيخ: ما هي أسباب رحلة الإسراء والمعراج؟ نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحمد الله تعالى، الحمد لله. فنقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله. وليس له شريك ثاني، سبحان من أسرى بأحمد كي يرى آياته لدى الأكوان. من أرض مكة قد سرى في ليلة أنوارها تترى لدى الأزمان. من مثلك يا ليلة الإسراء، فلقد لبست كرامة العرفان. جبريل بل ميكال جاء خادمين لدى ركاب المصطفى النوراني. ناداه جبريل الأمين ألا فقم يا درة الأصداف للأكوان. فتعجب المختار قال بآية من رحمة قد جئتني وجناني، أم آية فيها العذاب لمن عصى. جبريل نادى أيها العدنان، إن الكريم دعاك في غسق الدجى لتحل ضيفا في حمى الرحمن. لا إله إلا الله. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بدر الدجى ونور الورى صاحب قاب قوسين أو أدنى، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. صلى الله عليه وسلم. نعم أخي الحبيب، الإسراء كان له أسباب. نعم، والأسباب المعلومة لدى الجميع هو أذى المشركين وأهل قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذا الأذى ازداد بعد وفاة عمه أبو طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يجد النصرة ويجد المساندة والقوة، آذوه وسلطوا عليه مجانينهم، وسلطوا عليهم صبيانهم أولادهم الصغار، يرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ثم يرجع رسول الله فيقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرحمة المهداة. الله سبحانه وتعالى يسمع نداء الحبيب المصطفى فيرسل جبريل ويقول له يا حبيب الله يا رسول الله، إن الله قد سمع قومك لك، وها أنا أمرني الله عز وجل أن أرسل لك ملك الجبال ليأتمر بأمرك. إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين بتوع إيه؟ بتوع مكة. فسيدنا النبي الرحمة المهداة يقوم يقول له إيه؟ يقول له يا رسول رب العالمين، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. لا إله إلا الله. شوف الرحمة. وفعلا طيب، النهارده الطائف يعني كلها بتؤمن بالله. كل السعودية كاملة وكل العرب كاملة وكل الأقطار، والإسلام غزا العالم كله. طيب، هل رحلة الإسراء والمعراج هي رحلة فقط لا غير مجرد تسلية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ويفرج الله عز وجل عن رسوله
ما حدث له من قومه ومن أهل الطائف ومن غيرهم؟ لا. الإسراء سببه سبب عظيم، سبب جليل. هو إيه؟ السبب الأول كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ليه؟ إيه السبب؟ اللام هنا لام العلة السببية، لنريه من آياتنا. نوري مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نوريه إيه؟ هيشوف ملكوت السماوات والأرض في هذه الرحلة، يرى فيها الجنة والنار، يرى فيها الأنبياء، يرى فيها الرسل وأولي العزم من قبله مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. طب ليه مرة في الأرض ومرة في السماء؟ ما مرة واحدة تكفي؟ لا، ما ينفعش، لأن الله عز وجل في قديم الأزمان عندما خلق الله عز وجل الأرواح أخذ عليهم عهد على الأنبياء جميعا في عالم الأرواح قبل خلق آدم وقبل خلق الأشباح. أخذ الله عليهم عهد. إيه هو العهد؟ ارجع للآية بتقول لك إيه؟ بتقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وبعدين يا رب ثم بعد كده جاءكم رسول اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعملوا إيه؟ لو إجا في زمان سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أو سيدنا نوح أو أي نبي من الأنبياء، طبق الكتب بتاعتك وطبق الحكم بتاعتك واتبع النبي الأمي اللي جاي في آخر الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لتؤمنن به. هذا رقم واحد، يبقى لابد الإيمان. الأنبياء نفسهم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. أخذ الله عليهم العهد وأقررهم. أأقررتم؟ قالوا نعم أقررنا. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي؟ قالوا أقررنا. طب القرار ده كان فين يا سيدي؟ والعهد دي كان فين؟ في عالم الأرواح. في عالم إيه؟ الأرواح. إيه عالم الأرواح؟ لسه ما عادش فيه أشباح لسه، لأن الله عز وجل خلق الأرواح قبل أن يخلق الأشباح بمئات السنين. طيب الله عز وجل أخذ العهد عليهم في عالم الأرواح. طب أنا عايز في عالم الأشباح يؤخذ العهد، هذا العهد مرة أخرى. كيف يؤخذ هذا العهد؟ عندما يجمع الله عز وجل الأنبياء جميعا ويدخلون المسجد الأقصى، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل، ثم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتقدم للإمامة؟ رسول الله. من هو التابع ومن المتبوع؟ الرسول التابع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبوع وهم التابعون له، هو الإمام وهم المؤتمون به. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وصلى بهم، وكلهم اتبعوا رسول الله. كما أن الله أخذ عليهم العهد في الأرواح، أخذ عليهم العهد في الأشباح وجمعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحلة العظيمة لا نستطيع أن نتكلم عنها في حلقة واحدة، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله في أسرار في رحلة الإسراء والمعراج بإذن الله. ربنا يفتح علينا وعليك بها بإذن الله، ونتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله. طبعا في نهاية اللقاء بنشكر فضيلة الدكتور محمود الحسيني، وتابعونا لأن إن شاء الله في حلقات أخرى لرحلة الإسراء والمعراج، وسوف نستكمل حديثنا مع فضيلة الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.